مفيش وقت. نروح فين نجيب وقت منين؟ ما هو مش هيبقى فيه وقت. مفيش حد في الدنيا عايز يعمل حاجه وما بيسخرش الكون عشان يعملها. بدل حطها في دماغه هيلاقي لها هيعملها. احنا عاملين انجلش كونفرسيشن كلاب كل يوم جمعه، وهتفضل مستمره معانا على طول. حلو ده. مش هوقفها تاني. انا والله جربت في المركز الفلاني، جربت مع التيتشر الفلاني، وبصراحه قفلني وانا اتقفلت من الموضوع كله، وبلاها انجلش ومش مش عاوز منكم حاجه. وانا مالي؟ انت اتقفلت منهم وانا مالي؟ وانا مالي يا لمبي؟ بالظبط، انا مالي يا لمبي؟ يعني انت اتلسعت من الشوربه جاي تنفخ عندنا؟ انت عايز تاخد خطه تمشي عليها من البدايه وتمشي عليها صح. الخطه عندي، سيب لي كومنت وانا هبعت لك رقم تليفون، ابعت عليه خد الخطه اللي هتخليك تبدا صح من البدايه من صفر، وبعد كده يا سيدي يبقى كمل في الحته اللي انت عايزها. خلاص انا واجهت خوفي وواجهت مخي اللي بيعاندني، اوكي، بس ما عنديش وقت ما بين شغلي، ما بين لو هي ست بيت عيالها والبيت وبتذاكر للولاد وبتعمل حاجات في البيت، ما فيش وقت. نروح فين نجيب وقت منين؟ ما هو مش هيبقى فيه وقت. طب يعني نخلقه. ما هو بص، انا اللي بطلع الوقت. ما انا ببقى مشغول وبخرج مع اصحابي، وببقى مشغول وبروح ازور الحاجه، وببقى مشغول وبتكلم في التليفون، وببقى مشغول وبتفرج على المسلسل، بسهر على المسلسل 3 ايام لحد ما اخلصه. ومفيش وقت، وبتلاقي الوقت بيطلع لكل الحاجات اللي انت عايز تطلع لها وقت. فلو انت عايز تطلع وقت هتطلعه. مفيش حد في الدنيا عايز يعمل حاجه وما بيسخرش الكون عشان يعملها. بدل حطها في دماغه هيلاقي لها. هيعملها بس يحطها في دماغه. فموضوع مفيش وقت ده هو كمان أكذوبة عشان تبقى عارف. يعني هو لو عملها أولوية هيلاقي لها الوقت. طبعا، ما انت بتلاقي الوقت لحاجات تانية. في وقت بيطلع. لو جيت دورت في يومك مهما كان يومك مسحوم هتلاقي في حاجات بتطلع في اليوم لحاجات مش هنقول مش مهمة، هي ضرورة دلوقتي بس ضرورة نفسية ولو مؤقتا. طب ايه اللي هيحصل لو انا اخدت الوقت بتاع الضرورات اللي انا شايفها ضرورة نفسية دي لمدة 4 شهور وعملت بوينت كويسة وطورت نفسي وبقيت تمام، وبعدين نرجع اعمل الحاجات التانية اللي انت عايز تعملها. ما هو الميزة هنا ان الانجليش مش مكمل معاك بقية حياتك. رحلة التعلم مش مكملة على طول، انت هتبدأ برحلة التعلم وبعد كده هو هيبقى اسلوب حياة وهيبقى داخل من ضمن الروتين اليومي بتاعك. طب هنا بقى لحظة، روتين يومي ازاي؟ طب افرض واحد بعد ما اتعلم الكورس وما عندوش حاجة يمارس معاها او حد يتكلم معاه او ما هينسى اللي اتعلمه. وده شات جي بي تي أثر معاك في حاجة؟ لا ده الناس بتدخل تسأله على مقاس رجليها دلوقتي. انا بتكلم معاه انجلش احيانا بقعد 2 أو 3 ايام ما بنزلش كلاس، بقى اجازه اي حاجه، فبلاقي نفسي وانا بتكلم مع نفسي بعطل، بقف، بتنح، بروح فاتحه شات جي بي تي اقول له هاي هاو از ات جوينج توداي ليتس توك توجذر فور ا وايل، ونقعد نرغي انا وتشات جي بي تي ساعه 2 3. ده احسن حد تمارس معاه انجلش. طب انا مش عايزه امارس انجلش مع التليفون ومع تشات جي بي تي مع انه جامد ويعلمك فوكابيولاريز جديده ويشرح لك جرامر لو عايز وهيديك اسئله تحل عليها هيظبطك. احنا عاملين انجلش كونفرسيشن كلاب كل يوم جمعه وهتفضل مستمره معانا على طول. حلو ده. مش هوقفها تاني لمده 3 ساعات. بنجمع كل الناس اللي عايزه تتكلم انجلش كونفرسيشن كلاب كل يوم جمعه بالظبط كده، ويقعدوا يتكلموا زي ما هم عايزين. هي دلوقتي اونلاين وبعد رمضان كمان هننزلها اوفلاين في المكان وهنفعلها في فرع شبرا عشان تبقى موجوده مع كل الناس في كل حته. حلو قوي. يلا عايز تمارس اتفضل تعالى اتكلم كل يوم جمعه تعالى. بالظبط كده. طيب واحد يجي يقول لك انا والله جربت في المركز الفلاني، جربت مع التيتشر الفلاني، وبصراحه قفلني وانا اتقفلت من الموضوع كله، وبلاها انجلش ومش مش عاوز منكم حاجه. وانا مالي؟ انت اتقفلت منهم وانا مالي؟ وانا مالي يا لمبي؟ بالظبط، انا مالي يا لمبي؟ يعني انت اتلسعت من الشوربه جاي تنفخ عندنا؟ ما انا مش الزبادي، يعني انا مش الشخص اللي اذاك. انت عملت بالظبط زي اللي اتعقد من زي اللي خطب واحده او اتخطبت لواحد وعقدها فمش متجوز. ليه يا حبيبي؟ يعني انت جربت كل ستات الارض؟ ما هو انت اتجرحت من واحده، انت ضايقك واحد بقى كل الناس وحشه. مش منطق ومش معنى ان انا جربت حاجه والحاجه دي باظت او ما نفعتش يبقى كل الحاجات اللي جبت مشترك. المشترك مش ده فرقع في وشي. كل المشتركات اللي كل الناس بتستخدمها على مدار السنين اللي فاتت دول اكيد لا مش هتشتغل. اكيد في حاجه منهم هتشتغل، بس انا اللي ما دورتش تاني، او انا اللي استسهلت وريحت مخي، او انا اللي عشان ما بذلش مجهود واتعب روحي ما قلتش اجرب في مكان واثنين وثلاثه. ما هو انا لو حاطط في دماغي عايز اشتري عربيه فبقعد ادور في كل ماركات العربيات، عايز اشتري تليفون بهري بكل ماركات التليفونات لحد ما اطلع بالتليفون اللي على مزاجي واجرب 1 و2 و3 وادخل المحل والراجل يفتح لي ده. عايزه اشتري فستان بتلف محلات مصر كلها لحد ما ده الفستان اللي هي عايزاه. جت على الانجليش
جت عند قرمط وقفت يعني. فلا، ما نجرب تاني، ما نجرب تالت، ما نجرب حاشر، ما نجربوا عندنا، بسيطه. يعني الاجابه في القطعه، جرب جرب هنا. بالظبط، جرب هنا. طب اخر بقى مرحله من التخوف، يقول لك مم. انا هقعد كام شهر ولا كام سنه اتعلم، وانا وده برضو حمل ان انا يبقى الميشن اللي قدامي هتاخد وقت طويل جدا. طب نقول لهم ايه طيب في الوقت الطويل؟ هو فكر يتعلم انجليزي من كام سنه؟ وقت طويل برضو. صح. هو بقاله كام سنه بيقول اصل وقت طويل، وعلى ما اتعلم انجليزي هيعدي كتير. يعني هو بقاله سنتين، اقل حد انا يعني قابلته وقعدت معاه اللي بقالي سنه بحاول اخد القرار، سنتين بحاول اخد القرار. ما هو انت لو كنت بدات من سنتين كان زمانك خلصت. وبعدين انت عايز تاخد خطه تمشي عليها من البدايه وتمشي عليها صح. الخطه عندي، سيب لي كومنت او هسيب لك رقم تليفون في الكومنت. سيب لي كومنت وانا هبعت لك رقم تليفون، ابعت عليه خد الخطه اللي هتخليك تبدا صح من البدايه من صفر. وبعد كده يا سيدي بقى كمل في الحته اللي انت عايزها زي ما انت عايز. يلا كل حاجه محلوله بقى، يعني ما حلينا لك كل مخاوفك ومشاكلك. يلا دلوقتي حصل. الرساله، يلا مستنينك. يعني وقتك بيضيع، عمرك بيعدي. يلا احنا مبسوطين جدا، يعني كل البودكاست اللي بنعمله معاكي بنبقى مبسوطين جدا، بيعدي بسرعه جدا جدا يا جماعه. ودايما موجودين معاكم، وانجليزي ده يا مرسي. وبنشكر سفية الانجليزي شيري حسين، ونتقابل تاني وتالت وعاشر اكيد ان شاء الله. باذن الله.